لو نفسك في كيكة شوكولاتة طرية وهشة وطعمها غني جدا ومعاها صوص شوكولاتة بيدوب كده في البق، يبقى الفيديو ده ليكي. تعالي بسرعة هوريك الطريقة خطوة بخطوة. اول حاجه هنحضر المكونات بتاعتنا. معايا هنا 3 بيضات، كوبايه الا ربع من الزيت، ومعايا كمان 3 معالق كبار من الكاكاو، كوبايه سكر، كوبايه ونص من اللبن، وباكو كيك شيف. انا بحب الكيك الشيف عن البيكنج باودر. ومعانا 3 كوبايات من الدقيق، وما تنسوش كمان الفانيليا. هنيجي بقى للطريقة بتاعتنا. أول حاجة هعملها إن أنا طبعا هحط البيض مع السكر مع الفانيليا، وهبتدي إن أنا أضربهم مع بعض. الخطوة دي طبعا إيه مهمة. خدوا بالكم احنا بنحط كل السوائل نضربها مع بعض، بعد كده بنحط المكونات الجافه. عايزه اقول لكم ان انا في الخطوه دي انا حطيت اللبن ونسيت احط الزيت، وللاسف حطيته في الاخر خالص. بس الحمد لله افتكرته وحطيت الزيت وخلطته طبعا مع الخليط بتاع الكيكه، والحمد لله النتيجه طلعت كويسه. انا بقول لكم ليه؟ عشان تفتكروا المكونات وانتوا بتعملوا الكيكه. هنا بعد ما ضربت السكر مع البيض كويس والفانيليا، نزلت طبعا ايه باللبن، والمفروض كمان تنزلوا بالزيت. انا هنا حطيت كوبايه ونص من اللبن، واحتجت كمان ان انا حطيت حوالي ربع كوبايه، وده طبعا على حسب الدقيق اللي عندكم. بعد ما بتخلطوا المكونات السائله مع بعض، ابتديت بقى انزل بالدقيق بتاعي 3 كوبايات، دخلتهم كده ايه بالمصفى او بالمدخل على حسب الايه اللي عندك. وجبت كمان معايا باكل كيك شيف، ومعايا ال3 معالق من الكاكاو الخام، الكاكاو الخام، وحطيت كمان عليهم رشة ملح، وابتديت انخلهم زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا اهم حاجة ان المكونات بتاعتي كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة. ما ينفعش ان يكون في حاجة مثلا سخنة قوي ولا حاجة يعني مطلعاها من التلاجة وبستخدمها. ليه؟ عشان تضمني افضل نتيجة. وابتديت بعد كده ان انا امزج بقى ايه الخليط بتاعي واقلبه ايه كويس، عشان كل المكونات ايه تتجانس وتندمج ايه مع بعضيها. عايزه اقول لكم ان الكيكه بجد طالعه ما شاء الله ما شاء الله رهيبه. لو جربتي الطريقه دي والله العظيم مش هتندمي. هنا حسيت ان الخليط بتاعي كان محتاج شويه من اللبن، كنت حسيت تقيل شويه، فضفت بقى ايه ربع كوبايه. تمام. شايفين القوام بتاعها؟ طبعا لما بنيجي نقلب بنقلب في ايه في اتجاه واحد. هنا رحت حطيت معلقه يعتبر من القهوه سريعه الذوبان، اي نوع موجود عندك. انا كان عندي البواكي دي فحطيت منها ايه بيكو. هنا بقى بصوا افتكرت الزيت، وابتديت بقى ان انا ايه اقلب كويس. طبعا لما بنعمله في الاول بيبقى سهل جدا ان هو يندمج مع المكونات، غير لما بحطه في الاخر خالص. بس زي ما قلت لكم الحمد لله ان ربنا سترها. هنا جبت صينيه مبطنه بالزيت وحطيت عليها كاكاو، وابتديت انزل بقى بالخليط بتاع الكيكه بتاعي، ودخلته الفرن اللي انا مشغلاه من اول ما بدات اعمل الخطوات عشان يكون ايه سخن. تعالوا بقى نعمل شوية صوص شوكولاتة كده خطير. كوباية لبن، كوباية سكر، نص كوباية من الكاكاو الخام، ومعاهم برضو باكو أو معلقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. ليه بحط القهوة سريعة الذوبان؟ عشان دي بتعزز طعم الشوكولاتة. هي ما بيبقاش ليها طعم في الكيكة، بس بتخلي طعم الشوكولاتة بتاعي غني. وبفضل أضرب بقى في الخلاط. بصوا القوام بتاعه تقل، هشيله في التلاجة. كل ما بيقعد كل ما بيتقل اكتر. هنا الكيكه طبعا بتاعتي كانت استوت. ابتديت ان انا اعمل ايه فتحات زي ما انتم شايفين، وكان معايا كوبايه فيها معلقتين من الصوص اللي انا عملته، زودتهم شويه ميه مع شويه عسل. مش عايزين خلاص ما تحطوش اي حاجه سكر. اكتفوا بالصوص الشوكولاته وشويه الميه عليه، وسقيتهم للكيكه اول ما خرجت وهي سخنه. وبعد كده سبتها لحد لما بردت خالص، وابتديت بقى انزل عليها بصوص الشوكولاته بتاعي وافرده عليها. اهم حاجه الكيكه تكون بارده. آه لو انت بقى ما عندكيش سباتشوله عشان تعرفي ان انت تفردي بيها الصوص، اعملي بقى الحركه اللي انا هوريها لك دي. تمسكي الصينيه كده وتفضلي ايه تقلبي فيها كده، ايه تحركيها من الجوانب. هتلاقي الصوص طبعا ايه الصوص كريمي خالص، هتلاقيه بينزل معاكي ايه عادي. بعد كده ابتديت بقى ايه اقطعها علشان اضمن بقى ان الصوص كمان ينزل ايه من جواه. وطبعا انا الكميه اللي انا عملتها دي كانت لصينيه مقاس 30. تمام تمام. هنا بقى بدات
جربتها عايزة اقول لكم طعمها كان تحفة. عيالي حبوها جدا جدا. انا عايزة اقول لكم ان انا ما باحبش اعمل كيكات كتير، بس لمّا باعملها بقى بضمير. هنا بقى كنت بُصّوا قاعدة بقى إيه، عمّالة باكل منها. أنا من الناس اللي باستخف مثلًا ممكن أعمل أي وصفات تانية بقى تكون كده بتخش التلاجة، باحسّها بتبقى أحلى في الصيف أكتر، بس طبعًا عشان هُم طلبوا الكيكة منّي، فقُلت خلاص إيه، يالّا يا بت إيه، روّقي عليهم واعملها لهم. لو عجبتِك الوصفة بتاعة النهارده ما تنسوش اللايك واشتراك للقناة.